الآن إلى إقصائيات الدور الأول لجائزة الحسن الثاني للتبوريدة، حيث جرت هذا اليوم الجولة الرابعة والأخيرة، والتي أسفرت عن تأهل 10 سربات من فئة الكبار و5 عن فئة الشبان إلى نصف النهاية. التفاصيل مع قائمة بلوشي وياسين المعزي. بعض نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم أسود الأطلس حضروا بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام. تابعوا عن قرب واستمتعوا بأداء أبطال فنون الفروسية التقليدية الذين أبدعوا في تقديم أجمل لقطات البارود. في تفاصيل نتائج اليوم الأخير الخاص بالدور الأول، صربات رائدة في فن تبوريدة أقصيت على سبيل الذكر بطل منافسات كأس محمد السادس لتبوريدة الأخيرة بالجديدة صربة المقدم دحمان الحسناوي، كما أقصيت صربة إبراهيم الناصحي والفرج العرج من بين المتوجين في دار السلام. اليوم شفنا فراقي اللي هما تبارك الله كبارين، مشاو اليوم ما حالفهمش الحظ ديال البارود، نظرا لان كما كنقولوا البارود ما فيه ثقه. كانت الصربه ديال السي ابراهيم الناصحي والسيد حمان حسناوي. ابراهيم الناصحي اللي كان بطل المغرب في جائزه الحسن الثاني، السيد حمان حسناوي بطل جائزه محمد السادس، اللي ما وفقهمش الحظ اليوم ومشاو بحالهم. على مستوى فئة الشبان تأهلت 5 صربات من أصل 6، حيث أقصيت صربة المقدم سعد الفحصي. وليدات راه باقيين كيتلمسوا، اللي عندهم تجربه، اللي كانوا العام اللي فات راك شتيهم يعني تجاوزوا يعني المرحله الاولى، والوليدات اللي يلاه جداد راه واخا تقصاو راه يعني العام الجاي غادي تشوفيهم ان شاء الله في مستوى اخر. شكرا للجائزه لان هي كتتيح لهم فرص باش يشاركوا، وكنضمنوا الاستمراريه ديال هذا التراث الجميل ديال البلاد. غدا يوم راحة بالنسبة للفرسان، وتستأنف المنافسة الخاصة بنصف النهاية يوم السبت القادم. الله يعاونكم.